اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين والمتابعين ليا اصدقائي وصديقاتي. النهارده هنتكلم في موضوع في غايه الاهميه. احمد الشرع يحول دمشق لمنصه لتاسيس قاعده الكترونيه لمهاجمه مصر من الملثمين، وأخصوا هجومهم على الجيش المصري وعلى الدولة المصرية والقيادة المصرية. أيضا الأمن الوطني يعتقد الناشط المصري من أصل سوري، هو ولا ناشط ولا نيلة، هو عيل عنده صفحة على التيك توك. السوشيال ميديا بقى الناشط عيل ملوش أي 30 لازمة، اسمه ريفالدو. وريفالدو ده اصله سوري مصري. وكمان في عناصر خلايا نائمة ايضا ظهرت عندنا النهاردة. تقارير من المواقع الاسرائيلية ذاتها عناوينها اسرائيلية. اسرائيل طلبت رسميا اجابات من الجيش المصري. الإجابات بتاعتها بيدور فحواها عن زيادة الوجود العسكري في سيناء. أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين. الحلقة النهاردة قوية جدا. هنبص الصورة أهي. الولد اللي عنده غيبوبة ده أهو، ده اسمه ريفالدو. ريفالدو ده ليه صفحة على التيك توك. اعتاد الغلط وقلة الأدب على الجيش المصري وعلى الدولة المصرية اللي هو عايش فيها، يعني بياكل من خيرها وبيغلط فيها. أول خبر عندنا النهاردة هو الصورة اللي قدمتها لحضراتكم، وكمان في صورة للإرهابي أحمد المنصور. قبل كده اتكلمنا عنه. الولد ده ملثم، كان قاعد معاه ملثمين. ناخد بالنا من الصورة كده كويس قوي، نتفرج كده على الصورة. ده الإرهابي أحمد المنصور يعلن تدشين خلية مسلحة باسم حركة ثورة 25 يناير. زي ما انتم شايفين دلوقتي ملثمين قاعدين على ترابيزة وماسكين طبنجة وقدامهم رصاصة وعلم الملكية القديم. واخدين بالكم؟ خلي بالكم في وجه شبه جدا بين العلم بتاع الملكية القديم وبين العلم السوري الجديد. انتوا عارفين ان العلم السوري الجديد اللي هو الاخضر دوت، عارفين ده علم سوريا اثناء الاحتلال الفرنسي. وكمان الواد التافه احمد المنصور ده عامل لجان الكترونيه بتدار من تركيا ومن قلب سوريا، وظيفتها شن هجوم غير مبرر على القوات المسلحه المصريه. كمان بنلاقي تزامنا مع هذا الهجوم اللي جاي من سوريا، اللي جاي من عند احمد الشرع. نركز قوي في الحته دي. اللي جاي من سوريا جاي من عند احمد الشرع، لان البغل اللي اسمه احمد المنصور ده الارهابي ده واحد من رجاله احمد الشرع في هيئه تخريب الشام. هم بيقولوا تحرير الشام، بس هم خربوا الشام، خربوا سوريا. الشعب السوري ما بقاش لاقي رغيف، بقى عايش على المعونه، على اللي يبعتوا له. الشعب السوري اللي كان بيصدر قمح وبيصدر غاز وبيصدر بترول، خلاص ما بقاش عنده كهرباء، ما بقاش عنده اضاءه، ما بقاش عنده وسائل للتدفئه. رجعوا سوريا الجماعات المسلحه الارهابيه امثال هيئه تحرير الشام، تخريب الشام، اللي بيرقصها ابي محمد الجولاني اللي هو دلوقتي بقى اسمه احمد الشرع، المندوب الاسرائيلي في تقسيم سوريا. هذا هو احمد الشرع. القنيطره خلاص راحت، حطوا عليها علم اسرائيل. الجولان خلاص انتهت. ده دلوقتي هم بيفكروا يعملوا منتجعات في الجولان عشان
القوات الاسرائيليه اللي معاه خطيبته ولا حاجه ممكن ينزل البول البسين. خلي بالكم من الحته دي. خلاص انتهت، كل سنه وانتم طيبين. جبل الشيخ، قمه جبل الشيخ راحت، حلب وادلب وحمص راحوا، الغاز والبترول راحوا يا جماعه. ده حتى موارد الميه اللي ربنا اخص بيها سوريا راحت، اسرائيل عملت عليها حنفيه. بس مش بس كده، كمان كسرت الحنفيه وخدتها. والشعب المصري، الشعب السوري المسكين مش لاقي شويه ميه، مش لاقي بق الميه، مش لاقي رغيف العيش. من بعد ما كان بيصدر قمح مش لاقي. ليه؟ عشان دخلت القوات الاسرائيليه عملت معسكرات في ريف القنيطره، في ريف درعا، في درعا، وخلاص خدت المحاصيل الزراعيه زي ما خدت البترول والغاز، خدت منابع الميه، نهر اليرموك. ربنا مع الشعب السوري، دي حقيقه. وبعدين اللجان دي اللي بيتزعمها الارهابي البغل احمد المنصور عملوا هاشتاج، انا ما اقدرش يعني، انا مش عايز اقول اللفظ، يعني جاكيت دور زي الواد ابن قرضاوي مثلا، هو ده اللي يتقال له جالك جاكيت دور. لكن انا امام الله وامامكم اني مفيش رئيس خدم البلد دي، بلد مصر، زي الرئيس عبد الفتاح السيسي. مفيش رئيس بص للبنية التحتية وبناء مدن جديدة وانه يفكر يدخل عملة صعبة ويحرك الاقتصاد المصري زي الرئيس عبد الفتاح السيسي. مفيش رئيس فكر في تطوير القوات المسلحة اللي بقت عنصر الرعب لكل دولة تفكر ان هي تعتدي على مصر غير الرئيس عبد الفتاح السيسي. مفيش رئيس فكر في تطوير قناة السويس وإنهاء الحلم الإسرائيلي بشق قناة بن غوريون غير الرئيس عبد الفتاح السيسي. عشان تبقوا فاهمين، أمام الله بلا تحيز، أنا بقول الحقيقة بلا تحيز. وحتى لو انحست، الانحياز للوطن واجب وطني، الانحياز للوطن واجب وطني. الحياد امام الوطن يعد خيانه. مفيش حاجه اسمها انا واقف حيادي، لا، انا منحاز لوطني، منحاز لرئيسي، منحاز لقواتي المسلحه. هي دي اللي عامله الهيبه لمصر، هي دي اللي عامله القوه لمصر. ان الشعب المصري دلوقتي بقى فاهم ان اي محاوله من جماعه الاخوان الارهابيه او الجماعات المسلحه اللي بيتدربوا في سوريا ومفكرين ان ينزلوا ليبيا ويحتكوا بالقوات المسلحه المصريه هيكون مقبرتهم. افهموا دي كويس. الشعب المصري ما بيفرطش في رمل سينا، ما يفرطش في طين بلده. احنا عندنا الارض هي العرض، احنا مش زي الجولاني فرط في ارضه وفي عرضه، لا، احنا مصريين. والتاريخ بقاله 7000 سنه يشهد على هذا الكلام. النهارده انت قدام نظام سوري يعلن بصراحه انه هينفذ عمليات عسكريه تحت شعار تحرير مصر مثل سوريا. الصوره اللي انا وريتها لكم دي بتاعت البغل احمد المنصور الارهابي، ده محطوط على قوائم الارهاب، ترقب الوصول قوائم الارهاب على فكره في مصر. ده قدامه مسدس وعلم، هنعرض الصوره تاني، مسدس والعلم الملكي القديم، لا مسدس وعلم الملكي القديم اهو، واتنين لا مؤاخذه مداريين وشهم مكسوفين.
ده انا هوريكم صوره ليه كمان، للبغل ده مع مين؟ اها اها دي صوره للارهابي هشام عشماوي لما قواتنا المسلحه العمليات الخاصه راحوا جابوه في شكاره من ليبيا. فثق تماما يا احمد يا منصور ان الجيش المصري والشعب المصري ما بيسيبش حقه وما بيسيبش حق رئيسه انه يطلع بغل زيك ويغلط فينا، لان الرئيس عبد الفتاح السيسي ده زيه زي علم مصر. اي اهانه او اي غلط في علم مصر انت غلطت في المصريين كلها. اي غلط في اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي انت غلطت في المصريين كلها، واحنا مش هنسيب حقنا. ومصيرك زي مصير اللي انت بتصور معاه هشام عشماوي، زي ما اتلف وجه في شكاره من ليبيا، اكيد احنا مش هنسيبك، مش هنسيبك. امثالك اخطر على المجتمع المصري من الكورونا، وقدام العالم كله وقدام كل الشعب المصري. شفتوا يا مصريين حصل ايه في سوريا؟ شفتوا يا مصريين ان القوات الاسرائيليه بتدخل القنيطره وتخرج، تخبط على الباب يفتحوا، يخرجوا الستات بهدوم البيت والرجاله بره. ده بيتنا، ده مكاننا. شفتوا يا مصريين؟ البغل اللي اسمه احمد المنصور ده عايز مصر تفقد شرفها وعزتها زي ما عملوا في سوريا. ابدا لن تسقط مصر برجالها الاوفياء المخلصين في القوات المسلحه وفي الشرطه المصريه. الشرطه المصريه حقيقي بتعمل ملحمه جديده في ذكرى 25 يناير، عيد الشرطه المصريه. مفيش عيد تاني، مفيش ذكرى تانيه يوم 25 يناير غير عيد الشرطه المصريه. وبتوجه لكل رجال الشرطه المصريه واقول لهم كل سنه وحضراتكم عينين سهرانه على امن واستقرار مصر. كل سنه وكل لحظه وانتم طيبين. اوعوا تفتكروا ان احنا نسينا مشهور، اوعوا تفتكروا ان احنا نسينا دبابه، اوعوا تفتكروا ان احنا نسينا احمد المنسي. اوعوا. لو التاريخ نسي شهداء الوطن، المصريين حافرينهم جوه قلوبهم. احمد المنسي عاش بطل ومات شهيد، وساب اسد ابن اسد اسمه حمزه احمد المصري، بطل زي ابوه وهيبقى بطل وهيعمل ملحمه. ربنا يحافظه ويحميه ويخليه لوالدته. الولد ده صدقوني هياخد طار ابوه. هو الجيش المصري خد طار ابوه، بس الواد ده هياخد طار ابوه من الارهاب. من كل واحد يفكر يمد ايده او يدوس ارض سينا وينجسها. صدقوني سينا هتبقى مقبره ليه. ربنا كبير وربنا عمره ما هيسيب مصر. واوعوا تبصوا، انا هقول لكم على حاجه، البلد الوحيده اللي مذكوره في الثلاث اديان هي مصر. في العهد القديم الاصحاح 19 من سفر اشعياء، من مصر دعوت ابني. اخر الاصحاح مبارك يا شعبي مصر. الشعب ده شعب مبارك.
مش انا اللي بقول، ده ربنا. في العهد الجديد السيد المسيح دب برجله وطهر ودك الأوثان وعبادة الأوثان اللي كانت موجودة إنذاك من 2000 سنة، وطهر أرض مصر. البلد دي أرضها طهرة. كمان موجودة في القرآن: ادخلوا مصر آمنين. هي دي مصر. حاولوا يفتتونا احنا كمصريين، ده مسلم وده مسيحي. الشعب المصري ضرب ملحمة أمام العالم كله، وقداسة البابا شنودة الله ينيح نفسه والشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي لما طلع قال إن مصر علمت القرآن للبلد اللي نزل فيها القرآن. مصر علمت الإسلام للبلد اللي نزل فيها الإسلام. البابا شنودة لما يقول مصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا، ويكمل المسيرة بتاعته. البابا تودروس الثاني لما بيقول وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن. لازم تفهموا إن الأرض دي أرض مقدسة، أرض طهرة. ويطلع عيل زي الإرهابي ابن الإرهابي ده اهو متصور مع هشام حشماوي. ده اللي احنا شفناه، وده اللي بتصدره لنا سوريا بقيادة الإرهاب أحمد الشرع. وفي مصر هنا مكتوب عليها، فيها برضو صور لافتات ابتدت تنزل من جماعة الإخوان وبعض السوريين. مش أنا بقول بعض السوريين، لأن السوريين اللي عايشين في مصر صدقوني فوق دماغنا من فوق. السوداني اللي عايش في مصر فوق دماغنا من فوق. انتوا في بلدكم، أكلكم أكلنا، شربكم شربنا. دي مصر. احنا مش بنجب عليكم لأن انتوا اخواتنا. الشعب السوري والشعب السوداني والشعب اليمني والشعب اللبناني والشعب الليبي، انتوا اخواتنا. الميه اللي بنشربها واحده، الاكل اللي بناكله واحد. فارجوكم راعوا العيش والملح اللي انتوا كلتوه هنا في البلد. بيجي بعض شويه العيال المنضمين لاحمد الشرع او المزقوقين من احمد الشرع وهيئه تحرير الشام يحطوا لافتات غلط فينا احنا كمصريين. انا مش عايز يعني، انا هوري الصوره كده على طول اهو. بصوا دي اسمها قله ادب. الراجل اللي فتح لكم دراعاته واستقبلكم في مصر وعاملكم زي ما بيعامل المصريين، ده ما يبقاش جزاؤه. ده ما يبقاش جزاؤه. انتوا كان بشار الاسد كان في سجن صدنان يشهد، الراجل فتح لكم البلد. مش جزاؤه ان انتوا يعني تعملوا كده وتلزقوا ورق بالكلام ده. ما يصحش، عيب. حافظوا على الراجل اللي فتح لكم دراعاته وقال لكم اتفضلوا انتوا اخواتنا، كلوا اكلنا واشربوا شربنا. وخلي بالكم ان المخابرات دوليه وكذا كذا مخابرات دوله يعني هي اللي بتدير اللجان بتاعه جماعه الاخوان والجماعات التكفيريه والجماعات المسلحه. شغال معاهم الخروف او البغل احمد المنصور ده، زي المخابرات التركيه
المخابرات البريطانية. بريطانيا فاتحة دراعاتها لجماعة الإخوان وقيادتها، فاتحة دراعاتها لكل واحد ممكن يأثر على أمن واستقرار مصر. أنا بقول لهم أبدا لن تسقط مصر. وقدمنا انه طبعا في كلام كتير انا عايز اقوله. قدمنا الصور وشفتوا البغل احمد العشماوي ده اعلن تجنيده في هيئه تحرير الشام. والنهارده انا مش عايز اقول الراجل، انا عايز اقول العيل، ان السجن بتاعه شويه شويه وقليل عليه. الصوره اللي انا وريتها لكم من شويه دي بتاعه الواد اللي اسمه ريفالدو، ده من اصل سوري. وادي صوره ليه كمان هو وشقيقه. شقيقه ده مسجل جنائي مخدرات، بيتاجر في المواد المخدره. ده اخو ريفالدو. يعني احنا جايين لنا ابسط حاجه العيال دي يعني ما. طب الحياه عندنا مش عاجباكم؟ طب اطلعوا بقى بلدكم الاصليه سوريا بقى وعيشوا، ورينا هتاكلوا وتشربوا ازاي. هما اللي في سوريا، انا اسف في اللفظ، انا اسف مش قصدي اي حاجه، الشعب السوري على راسي من فوق، ولكن انا بكره الاداره السوريه، لان دي مش اداره وطنيه، دي اسمها اداره تقسيم سوريا وبيعها. وانا جاي لكم في الفيديو النهارده اقول لكم ايه اللي هيتم لما ترامب هيتولى الحكم. يعني كلها 9 ايام ولا 8 ايام وترامب هيبقى في الحكم. احنا شفنا اخوه مسجل خطر بيتاجر في المخدرات، والدهم سوري الجنسيه. ولذلك مصر منعت دخول السوريين من كافة دول العالم. ما عندناش موقف معادي للسوريين، بل بالعكس احنا بنحب الشعب السوري. هنا في ملايين السوريين عايشين في امن وامان وسلام الى اخر يوم، زي ما يقولوا خلاص احنا متشكلين مصريين، احنا راجعين بلدنا. طبعا احنا بنشوف بعض العيال اللي بتطلع على التيك توك وبتطلع على مواقع التواصل الاجتماعي بيغلطوا في مصر والمصريين ومش يعني احنا مش هنقول لكم، مش هنقول للعيال دي طب تعالوا خدوا اهاليكم، تعالوا خدوا السوريين اللي هنا عايشون معاكم، طالما انتوا عايشين في عز ونغنغه. انت خلاص ما بقاش في ميه في سوريا، الميه قطعت خلصت. بس فاحنا بنكن كل الاحترام والتقدير لاخواتنا السوريين، بس ممنوع دخول اي سوري من اي دوله تحسبا من رجاله احمد الشرعي ان هيتزقوا وسطينا، ودول فعلا خطر على المجتمع. للجنسيه السوريه والعناصر السوريه اللي هنا بيستخدمهم احمد الشرعي مع جماعات ارهابيه ضد الدوله المصريه. اوعوا تفتكروا ان ايدين الدوله المصريه مش طايله العيال اللي بره، لا، مصر ايديها قادره، مصر ايديها قادره قوي. وبقول للبغل احمد المنصور، بقول له زي ما جبنا المجرم الارهابي هشام عشماوي من ليبيا في شكاره، انت مش صعب تيجي في شكاره، انت هتيجي في كيس صغير رغم ان انت قد البغل. فخلي بالك اللي بيجي على البلد دي ما بتسميش عليه الا عزة وكرامة مصر، الا دي.
دولة سوريا طبعا احنا عارفين الدولة دي ضعيفة وهشة عشان تبقوا فاهمين. دلوقتي بقى احمد الجولاني اكس ارهابي ابو محمد الجولاني احمد الشرعي دلوقتي اعتمد في رجالته على كل الملثمين، بقى كله ملثم. عارفين ليه؟ لان هي اسمها سورياستان، خلاها دولة سورياستان، اذربيجان ومش عارف كردستان وخربستان وزفتستان، كلهم تشكيله من اسيا. فسوريا بقت سورياستان خلاص. عرفتوا ليه احمد الشرع كل افراد الجنود بتاعته او العناصر بتاعته ملثمه؟ ده سبب. السبب الثاني ان كلهم مطلوبين امنيا على مستوى مخابرات العالم كلها. مش تبقوا فاهمين. بصوا يا جماعه بصراحه كده احنا مستنيين يوم 25 يناير، يوم الشرطه المصريه، يوم عيد الشرطه المصريه، عشان نحتفل مع ابطالنا اللي ضحت بعدد كبير من الشهداء. هنقول لكل راجل شرطه، هنقول له انت فوق دماغنا، لان انت بتبقى في عز التلج واقف في الشارع، واحنا تحت بدل البطانيه بطانيه والحاف وبطانيتين والحاف من البرد. انت واقف بطولك في الشارع عشان تحمينا من امثال رجاله احمد الشرع، زي احمد المنصور كده، زي الواد اللي اسمه ريفالدو، الواد الكلب قليل الادب ده، طالع يقول انا ب 200 واحد بالمخابرات. طب هوريكم المنظر والله العظيم. يعني الواد ابن الغيبوبه، عيل عنده غيبوبه والله. بص شايفين المنظر؟ يعني ده البرشام اللي بتاخده ايه يا ابن الجزمه؟ يعني انت ايه نوع البرشام اللي يخليك توصل لمستوى الدماغ دي؟ ده انت لو بتاخد برشام زباله بكسره عينك اللي باين عليها ان انت بتضرب بودره. انا بقى كراجل محامي فاهم بقى، كسره العين دي بودره ملهاش حل. واخوك تاجر مخدرات، لو ابوك اللي رباك السوري ده عنده دم ياخدك انت واخوك وطلعوا بلدكم سوريا. وجاهد مع احمد الشرع الجولاني، خليه يبيعك مع الجولان، مع قمة جبل الشيخ، مع القنيطرة، مع درعا، مع ريف درعا. اقول لكم على حاجه، الواد البغل اللي اسمه احمد المنصور ده، عارف يالا اللجان اللي انت عاملها الالكترونيه دي، وعمال تهاجم في الجيش المصري وتهاجم في القياده السياسيه المصريه وفي كل حاجه. اقول لك على حاجه يالا، يا دي احمد يا منصور يا باغي، بينك وبين قوات الاسرائيليه 12 كيلو. اقول لك على حاجه، قلعوا لك كرامتك انت وزعيمك اللي هو احمد الشرع، قلعوك شرفك، لا مؤاخذه قلعوك الناس تكتب لك في التعليقات. انت ما فيش حاجه ما قلعتوهاش، انتوا اتنازلتوا عن كل حاجه، كل حاجه اتنازلتوا عنها، وطالعين يقولوا علينا احنا بنعشق البياده. البياده دي مفيش راجل شريف الا لما يلبسها. ليه؟ لان دي حاجه انت ما تعرفهاش، انت ما تعرفش يعني ايه وطن. انت ماشي على الكلام بتاع محمد عاكف مرشد الاخوان الاسبق، اللي قال ايه؟ اللي قال الوطن ليس الا حفنة تراب عفنة. اقول لك على حاجه بقى، احنا كمصريين تراب الوطن مصر اللي بقاله 7000 سنه حضاره جوه قلوبنا وفي عينينا. نحن لا نعبد البياده بل بنعشق البياده.
البيادة دي علامة الشرف، علامة العزة، علامة التضحية. البيادة دي اللي هزمت أسيادك انت والإرهاب اللي مشغلك يوم 6 أكتوبر سنة 1973 الساعة 2 الظهر، عشان ما توهكش. انتصار أكتوبر دي البيادة، نحن لا نعبدها، نحن نعبد الله، ولكننا نعشق البيادة لأنها وسام شرف وعزة وكرامة. الجيش المصري عمره ما رمى سلاحه صحينا مع الصبح ما لقيناهوش، لا. الجيش المصري وقت أمثالك ما كانوا عايزين يخربوا البلد في وكسة يناير، الجيش المصري هو اللي سند مصر. طلعتوا اتريقتوا على الجيش المصري، قلتوا بيعمل زيت وسكر ومش عارف مكرونه. لولا المكرونه والرز والسكر اللي قدمهم الجيش المصري كدعم للشعب المصري، صدقوني كان الشعب ده حاله بقى أسوأ من حال الشعب السوري دلوقتي. عرفتوا الجيش المصري بيعمل ايه في مصر؟ سند وحمايه بعد ربنا. الجيش المصري طول عمره ينحاز للوطن، عمره ما انحاز لحد الا مصر. جيش مصر شرف، كرامه، البياده المصريه عزه، كرامه، وسام، شرف على صدر كل مصري. انتوا ما تعرفوش يعني ايه وطن. والله يا جماعه الكلام اللي بيحصل والعيال اللي بيطلعوا يقولوا ده انا مستغرب بجد. العيال دي رضع زباله، زي الواد ابن الجزمه اللي بيشرب زباله ده، بياخد برشام زباله. مش تيجي كده يا اخي؟ ده انت تحمد ربنا ان انت ابوك سوري، اتولدت هنا وعشت هنا وكلت هنا انت وابوك، واستضفناكوا كمان. طالع تقول انا ب 200 واحد؟ ده انت حته تافه، ده انت حته عيل مالكش ذكر اصلا. وبعدين كل شويه اسرائيل تفضل تهدد تقول كامب ديفيد كامب ديفيد، وبعد كده شفنا امريكا خدت 95 مليون دولار من المعونه اللي كانت بتيجي، المعونه العسكريه اللي كانت بتيجي لمصر كمساعدات عسكريه. قالوا احنا هنوديها لفين؟ من المساعدات السنويه اللي قدرها مليار و3.3 مليار دولار. ماشي؟ ده خد بالك من الحته دي. الجيش الاسرائيلي في التقرير بتاعه قال ايه؟ قال احنا لقينا اتفاق من سينا، انفاق من سينا بتمر على محور فيلادلفيا تدخل غزه. نركز، وتدخل غزه. بيقول بقى ايه؟ فمصادر عسكريه مصريه ردت على ايه؟ على الكلام ده، وقالت يا جماعه انتوا اللي بتستفزونا، انتوا اللي مش عايزين تطلعوا من محور فيلادلفيا. احنا شايفين انفاق. فين الانفاق؟ الانفاق دي مش بتاعتنا، الانفاق دي مش بتاعتنا. في ختام التقرير بقى قالوا ايه بقى؟ قالوا ان دولة عربية عدد مكونها 117 مليون نسمة، عندها مشاكل اقتصادية ومشاكل غذائية، ومع ذلك مصر بتشن وبتشيد. نركز في الحتة دي. مصر بتشيد وبتبني جيش فخم، جيش
ضخم جدا. حدثت البحرية العسكرية وحدثت القوات الجوية. عندنا دلوقتي مقاتلات سوقية 35 و29. عندنا مراج 2000. نوريكم الصور عشان كل حاجة تبقى بصور. بصوا يا حبايبي اهو. شفتوا الصور بتاعت المراج؟ هي مش معايا دلوقتي، معلش لحظة. ماشي نكمل. وبعدين يجي الموقع الاسرائيلي بيقول لك ايه؟ بيقول ان القوة العسكرية دي تنتهك اتفاقية كامب ديفيد. يا عم احنا ما بننتهكش حد لو انت حاسس ان انت منتهك قول. احنا جيش شريف ما بننهكش حد. لو انت حاسس انت منتهك قول. احنا ملناش في الانتهاك، مش بتاعنا الكلام ده. انا اسف والله. وهم مصممين ان القوات المصريه بتنتهك اتفاقيه كامب ديفيد، وده طبعا لا. وهدفها ليس الحرب على الارهاب، هم بيقولوا كده. هدف القوات اللي موجوده في سيناء هدفها ليس محاربه الارهاب، تزامنا وتوازيا مع التحريض الدائم من جبهة تحرير النصرة اللي بتم منتخب العالم للإرهاب، بيهددوا الجيش المصري. وما طبعا احنا ما بنتهددش بالعيال دي يعني عشان تبقوا فاهمين يعني. اهو البغلة اهو. يعني اسرائيل بتحس ان هي مهتوكه تزامنا مع الكلام اللي بيقوله